ازيكم عاملين ايه؟ النهارده بقى هعمل معاكم القرنبيط المقرمش بدون بيض وبدون كمان حليب، وهيطلع معاكي مقرمش لغاية اخر قطعة. اول حاجة عشان نجيب القرنبيط لازم تختاري القرنبيطة اللي لونها ابيض قشطة، دي ما يكونش لونها اصفر، وكمان ما يكونش فيها فتحات، يعني ما يكونش فيها فراغات. بعد كده بعد ما بجيب القرنبيطة بروح شايلة الجذر بالسكينة، الجذر اللي بيبقى تحت ده في القرنبيطة بتشيليه بالسكينة، بتشيل معاكي بكل سهولة. بعد ما بتشيلي الجذر ده بتقطعي بقى القرنبيطة المقاس اللي انتي بتحبيه، تقطعيها بقى مقاسها صغير، تقطعي القطعة مقاسها صغير مقاسها كبير حسب ما انتي بتحبي. في الفيديو النهاردة هقولك ازاي هيطلع معاكي القرنبيط مش شارب زيت خالص، وازاي كمان يطلع معاكي لونه ذهبي، وازاي كمان مية السلق اللي ريحتها مش مستحبة عند ناس كتير هيطلع معاكي ملهاش اي ريحة خالص. بجد بجد الطريقة سهلة جدا ما فيهاش اي تعب خالص. وكمان ناس كتير ما بتحبش تعمل القرنبيط عشان البيض، النهارده ولا فيه بيض ولا فيه حليب. شايفين انا بقطع المقاس اللي انا بحبه، انتوا تحسوها ان هي قطعه كبيره بس احنا بنحب المقاس ده. بعد ما قطعت القرنبيط شطفتها بميه جاريه من الحنفيه وسبتها تصفي الميه خالص. بعد ما سبتها تصفي خالص هنكون مجهزين حله فيها ميه وحاطينها على البوتاجاز. اول ما الميه خدت اول غلوه نزلنا بقرن فلفل شطه، قرن فلفل حامي يعني، واتنين فص من الثوم، ومعلقة صغيرة من الكمون. هو ده اللي هيخلي معاكي مية السلق ملهاش اي ريحة خالص. وبعد كده هننزل بقطع القرنبيط ونسيبها قد في المية اللي بتغلي دي 5 دقايق بس، ما تزوديش عن 5 دقايق عشان ما يتهريش منك. هو 5 دقايق وبعد كده بتروحي جايبة مصفى وتشيلي القرنبيط بتاعك. بعد ما بتشيلي القرنبيط تحطيه في مصفى جنبك، والمصفى لازم يكون تحتيها طبق عشان تصفي اي ميه زياده. يعني الصراحه ميه السلق ملهاش اي ريحه خالص بسبب الثوم اللي احنا حاطينه والكمون وقرن الفلفل. جربي بس الطريقه ديت وان شاء الله هتعجبك جدا. خلصت بقى الكميه اللي انا هحمرها دلوقتي. بعد كده بكون مجهزه زي ما قلت لكم اهي مصفى وحطيت فيها القرنبيط وتحت المصفى طبق. تعالوا بقى نشوف الكفر بتاعنا. عندي كوبايتين من الدقيق، هحط عليهم معلقة كبيرة مليانة من الثوم الفريش المفروم. وهحط بقى التوابل بتاعتي، عندي معلقة صغيرة من الكزبرة الناشفة، ومعلقة كبيرة ممسوحة من الملح، ومعلقة صغيرة من الشطة، ومعلقة صغيرة من الكمون، وسنة بودرة الزعفران. وهو ده البطل بتاعنا اللي هيخلي معايا القرنبيط لونه ذهبي مش لونه غامق. وعندي كمان معلقتين كبار من النشا، والمعلقة لازم تكون معلقة كبيرة هرمية. وهو دوت السر اللي هيخلي معاكي القرنبيط ما يشربش زيت خالص. هنبتدي بقى نجيب كوباية ونص من المية، هنحط كوباية ونروح مقلبينها تقليبة كده، وبعد كده هنحط نص كوباية المية التاني. يعني كوبايتين الدقيق خدوا معايا كوباية ونص من المية. شايفين مجرد ما حطينا المية بودرة الزعفران ادت اللون الاصفر اللي انتوا شايفينه ده. لو مش متواجد عندك بودرة الزعفران عادي مفيش اي مشكلة يا ست الكل، حطي ربع معلقة صغيرة من الكركم. ولازم الكفر بتاعنا يكون العجينة بتاعته زي عجينة الكريب، ما يكونش ولا خفيف ولا تقيل، تمام كده. بعد كده هنكون مجهزين نص كوباية من الكزبرة الخضراء، ونص كوباية من الشبت. ناس كتير بقى بتحب تحط البقدونس، انا الصراحة مش بحب احط البقدونس، بس انت لو حباه ممكن تحطي البقدونس اللي انت بتحبيه، بس الصراحة الكزبرة والشبت يعني كفاية، مش محتاجة ان احنا نحط بقدونس ولا اي حاجة. انت ممكن هنا تدوقيها بقى على طرف لسانك كده، لو عاوز ملح ممكن تزودي ملح، مش عاوز حلو جدا، يعني معلقه كبيره ممسوحه من الملح كان الملح بتاعه مظبوط، بس انت ممكن تدوقيه على طرف لسانك كده. لو عاوز ملح ممكن تحطي ملح. بنجيب بقى القرنبيط اللي احنا سلقناه 5 دقايق في الميه اللي بتغلي، ونغلفه كويس من الكفر اللي احنا عملناه ده. ما بياخدش وقت خالص، ده انت ممكن تسلقيه وتحطيه في التلاجة، ووقت ما تحتاجي ان انت تحمري منه تكوني مجهزة الكفر ده وتحمري وقت ما تعوزي. يعني الصراحة الطريقة سهلة جدا ما فيهوش اي تعب خالص، ومش محتاج ان احنا نجيب زيت غزير ولا زيت كتير ولا اي حاجة. غلفناها كويس، هنكون مجهزين زيت في الطاسة زي ما انتوا شايفين، الزيت مش غزير، الزيت غالي اليومين دول، فمش محتاجة ان انت تحطي زيت غزير، صدقيني هيطلع معاكي مقرمش من غير ما تحطي زيت غزير. اول ما الزيت سخن نزلنا بقطع القرنبيط اللي احنا غلفناها بالكفر اللي احنا عملناه.
اول ما بياخد اللون الذهبي على الوش ده بنقلبه على الوش التاني. بس اهم حاجة وانت بتنزلي بقطع القرنبيط في الزيت، لازم الزيت يكون سخن بس مش لدرجة الغليان، عشان لو الزيت سخن لدرجة الغليان هيديك اللون على طول للقرنبيط، بس مش هيكون معاكي مستوي من جوه. فاول ما الزيت يسخن تنزلي بايه بقطع القرنبيط. اول ما بتاخد اللون الذهبي على الوش ده بنقلبه على الوش التاني. مش محتاجة ان احنا نحط زيت غزير ونهدر الزيت ولا اي حاجة. الطريقة بجد بجد صدقوني الطريقة سهلة جدا. خد اللون الذهبي زي ما انتوا شايفين، اقلبها على الوش التاني اهو، ما بياخدش وقت. شايفين اللون ذهبي وفي منتهى الجمال، مش اللون البني الغامق، لا ده لونه ذهبي زي ما انتوا شايفين كده. ده انا كمان بصور بكاميرا التليفون مش بكاميرا، فمش مبين اللون كمان. شايفين اللون تحفة. ويا ريت تجربوا الحاجة ما تحكموش عليها قبل ما تجربوها، بجد بجد لما تجربوها هتعتمدوا الطريقة. شايفين مقرمش جدا. وكمان انا زعلانة ان صوت التليفون كان مكتوم، كنت عاوزة اسمعكم صوت القرمشة بتاعت كمان القرنبيط. بعد كده بقى ايه، اول ما بياخد الوش الذهبي من جميع الجهات بكون بقى ايه مجهزه طبق. مش محتاج ان انا احط في الطبق مناديل مطبخ ولا اي حاجه، لان مش هيشرب معاكي زيت خالص، لو هيطلع معاكي مقرمش ومش شارب زيت خالص، فمش محتاج ان انت تحطي مناديل مطبخ. وتحطي بقى شويه كزبره خضراء، وتبتدي بقى تطلعي عليها القرنبيط. وجربي الطريقه بجد بجد هتعجبك جدا ان شاء الله. الطريقه سهله خالص، بدون بيض وبدون حليب. وكمان عاوزه اقولك على حاجه مهمه، عشان يطلع معاكي مقرمش لازم كل كوبايه دقيق تاخد معلقه كبيره هرميه من النشا. طلعت الكميه اللي احنا هناكلها دلوقتي وحمرناها اهي، طعمها حلو جدا، طالعه مقرمشه خالص. اللون واخد اللون الذهبي الجميل اللي انتوا شايفينه ده. الصراحه تحفه بجد بجد، جربوا الطريقه هتعجبكم جدا، ما فيهاش اي تكلفه خالص. كمان مش محتاج ان انت تحطي زيت غزير، حطي الزيت على القد الموجود عندك، واول ما ياخد اللون الذهبي على الوش ده تقلبيها على الوش التاني. قبل ما امشي عاوزه اوريكم قطعه القرنبيط من جوه، من بره مقرمشه خالص خالص، ويا دوبك من جوه طريه. عاوزه اوريها لكم. شايفين حتى وانا بقطعها بتتكسر كده، مقرمشه حلوه جدا. يلا جربوه وبألف هنا مقدما. ولو عجبكم القرنبيط بتاعي متنسونيش في اللايك والشير مع اصحابكم. ولو مش مشتركين معايا في القناه اشتركوا ونوروا قناتي ودوسوا على زر الجرس عشان يوصلكم اشعار بكل فيديو جديد انا بنزله. بألف هنا.